من الأسئلة المهمة اللي لازم نفكر فيها الفترة دي، خصوصا بعد ارتفاع نسب الطلاق والانفصال. ليه في علاقات بتعيش العمر كله وعلاقات تانية بتنهار رغم الحب؟ تخيل كده معايا إنك بتحب شخص جدا، بتكلمه كل يوم، بيوحشك لما يغيب، لكن بعد فترة كل حاجة بدأت تتغير، بقيتوا بتختلفوا على أبسط الأمور، كل واحد بقى حاسس إن التاني مش فاهمه. السؤال هنا، هل الحب اختفى؟ ولا المشكلة إننا أحيانا ما نعرفش إزاي نبني علاقة صحية؟ وإيه الأخطاء اللي إحنا ممكن نكون بنكررها وإحنا مش حاسين؟ النهاردة هنشوف إيه اللي علم النفس اكتشفه عن العلاقات بين الرجل والمرأة، وليه بعد فترة من الوقت حاجات كتير بتتغير. هنتكلم دلوقتي في المحور الأول. أول سؤال عندنا، هل الراجل والست بيفكروا بطريقة مختلفة؟ الإجابة ولكن كتير من الناس علشان الإجابة بيحبوا يقولوا إن الرجالة من كوكب والستات من كوكب، لكن الحقيقة علم النفس بيقول إن في اختلافات بين الأفراد أكتر بكتير من الاختلافات بين الجنسين. يعني مش كل الرجالة بيفكروا بنفس الطريقة، ولا كل الستات بيتعاملوا بنفس الأسلوب. اللي بيفرق فعلا هو الشخصية وطريقة التربية وأسلوب التواصل. طب ليه بنختار الشخص اللي بنرتبط بيه؟ في كتاب من أهم كتب علم النفس، تطبيقات علم النفس في الحياة اليومية العصرية، Psychology Applied to Modern Life، الكتاب بيوضح إن الانجذاب بيحصل بالصدفة. غالبا بننجذب لناس قريبين مننا في القيم، في طريقة التفكير، وأحيانا كمان في أسلوب الحياة، لكن الانجذاب هو مجرد البداية. أما استمرار العلاقة فليه أسباب مختلفة. إيه اللي بيخلي العلاقة تنجح؟ الدراسات بتقول إن العلاقات الناجحة مش هي اللي ما فيهاش مشاكل، لكن هي اللي أصحابها بيعرفوا يحلوا المشاكل باحترام. من أهم العوامل لحل المشكلة ما بين الطرفين الاحترام، التواصل الإيجابي، الثقة والدعم، والقدرة على الاعتذار والتسامح. هنا بقى هنيجي نتكلم في السؤال المهم اللي احنا أساسا بنسأله، طب ليه العلاقات بتفشل؟ أحيانا بسبب قلة التواصل، أو التوقعات الغير واقعية، أو لو في نقد مستمر ما بين الطرفين، أو الهروب من حل الخلافات. المشكلة مش في وجود الاختلاف، المشكلة إزاي بنتعامل معاه. هل الحب لوحده كفاية؟ لا طبعا. الحب الصحي مشاعر، بس المشاعر دي مش كافية. أهم حاجة يكون فيه ألفة وشغف والتزام، ولو عنصر من دول مش موجود كده العلاقة بتواجه تحديات. طيب نفترض دلوقتي إن أنا عايز أدخل علاقة. أهم أسئلة قبل أي علاقة لازم أجاوب نفسي عليها. هل الشخص ده مناسب؟ أسأل نفسي، هل أنا بعرف أسمع؟ بعرف أعتذر؟ بعرف أتكلم عن مشاعري؟ بعرف أحترم اختلاف الطرف التاني؟ لأن العلاقة بتبدأ بشخصين، كل واحد فيهم بيشتغل على نفسه. في النهاية يمكن مفيش علاقة كاملة، ولكن في علاقات بتكبر كل يوم، لأن أصحابها اختاروا الاحترام قبل الفوز في أي خلاف، واختاروا الحوار بدل الصمت، واختاروا إنهم يبنوا العلاقة كل يوم، مش بس يعتمدوا على الحب. العلاقة مبنية على المودة والرحمة. قبل ما تمشي خليني أقولك إن كلنا بندور على شريك حياتنا. محدش حابب يعيش في الدنيا لوحده، ولكن لو لقيت شخص قدامي حاسس إن هو مناسب، لازم أسأل نفسي شوية أسئلة. هل أنا بشعر بالأمان مع الشخص ده؟ هل أقدر أتكلم معاه من غير خوف؟ هل بنحل اختلافاتنا باحترام ولا بنتجنبها؟ طب هل كل واحد فينا محاسس إن هو بيكون أفضل، ولا العلاقة دي بتستنفذ كل واحد فينا؟ هل أنا
بحاول أغير الطرف التاني ولا بتقبله زي ما هو بعيوبه ومميزاته؟ ولو استمرت العلاقة بتاعتنا دي 5 سنين هل أنا هكون سعيد؟ جاوب على الأسئلة دي قبل ما تدخل في أي علاقة.